بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم طبعا نجاة السيد. أثناء الجلسة وهي شغالة قررت إن أكتسب وقت. طبعا أنا مش يوميا قاعد عشان شغلي، والنهاردة كان عندي ميعاد الصبحية، عشان كده استأذنت امبارح من الجروب بدري بدري. في سهم محير ناس كتير ومزهق ناس كتير، وأنا بقول لهم بعون الله بفضل الله ما بعد الزهق ربما أن يكون في حاجة قوية، حاجة كويسة إن شاء الله. وأنا أعتقد بالفعل إن هو فيه خير، ولكنه طالما وصل بيك الزهق والرخامة والتقل وشايف الدنيا بتولع حواليك وبتطلع وبيعملوا 100% 200%، وانت قاعد، لا انت مش قاعد ولا حاجة، بالعكس الورقة برضو عملت شغل مش ما عملتش. ولكن تعالى نتفرج كده على سهم المصريين للإسكان. قبل ما نتفرج عليه نشوف ايه اللي ممكن يحصل مع الورقة، او حصل ايه مع الورقة. وان شاء الله هنحاول بقدر المستطاع حتى في وقفته ازاي نخليك تربح في وقفته. على فكرة انا بشرح ده في بعض الورق وانتم ما بتاخدوش بالكم ايه الغرض. النقط الرئيسية والنقط الفرعية ونقط المضاربة والاحتماليات، فبالتالي خليك جريء. يعني انا مثال امبارح كنت قاعد بالمصادفة، انا بقالي فترة ما بقعدش زي الاول اثناء الجلسة، ولقيت البرنامج بيديني على سهم معين ان هو في المنطقة دي كسرها، لازم هيروح للمحطة اللي بعدها. بفضل الله تعالى رميتهم امبارح كده بكل بساطة، ما اللي هي محاربة النفس اللي بنقول عليها، انك تحارب نفسك. ما ينفعش تشوف الحاجة قدامك طالعة نازلة وانت قاعد بتتفرج. تتفرج على ايه؟ مش عارف. فرحان طلعت، زعلان نزلت، اكشر وهي زعلانة وافرح وهي طالعة. طب انت بتعمل ايه؟ طب ورقة مزهقاك مطفشاك، طب برضه بتعمل ايه؟ طب ما تتحرك معاه ده بالعكس، ده اكتر الورق اللي بيخنق ده مكاسبه اكتر من الورق اللي بيجري على فوق وعلى داون بسرعة فوق وبسرعة تحت. ده هي بتقول لك انا سكتي اهو، عرفتك هطلع لهنا وهنزل لهنا، ماشية كده بالعرض فوق تحت فوق تحت في مناطق ضيقة، بس عرفتك. يبقى خلاص هبيع فوق وهشتري تحت، هبيع فوق وهشتري تحت في المنطقة الضيقة اللي هم ال 10 15 قرش اللي بتلعب فيهم، ولا ربع جنيه اللي بتلعب فيهم. ده عظيم جدا. ليه انت ما تستغلش الفرصة دي؟ طيب ايه الورقة اللي هنتكلم عليها؟ هي المصريين للإسكان. زي ما انت شايفها كده شكلها على تشارت، هتلاقي انا عامل قمم زرقاء وقمم حمراء، مالكش علاقة انت بالدوريات اللي انا عاملها دي. دي شغل دواير. في كمان ممكن نحط مثلثات، نحط مستطيلات، مربعات وارقام، وهي دي المعادلات اللي احنا بشتغل بيها واللي غذيت بيها البرنامج. هي شغل كله معادلات رياضية هندسية ومغذى كمان إلى حد ما آه، إن هو يكون ملوش علاقة ولا تأثير ب ب ب بأخبار اللي هما بيلعبوا بيها وياكلوا بيها عقول الناس. مستبعد أنا الموضوع ده، لكن حاطط له أخبار النجاتية. تعال نشوف بقى، نقفل الشرط شوية ونشوف عمنا ده اللي محير الناس ده، اللي هو مغلب الناس بمعنى أصح، اللي هو المصريين للإسكان والتعمير. هنا عامل هاي 21 جنيه زي ما انت شايف. انا طبعا قلبت على المنصل بس بقفل الشرط عشان تشوفوا معايا. الراجل ده عمل 21 جنيه، وهو كان طالع منين؟ كان طالع تقريبا من 171 زي ما انت شايف. انا بشتغل على داتة شرط. واحد هيقول لي لا ده ما كانش ب 171، الله اعلم هو وزع ايه عمل ايه، مش هنخش في التاريخ، وده انا برضو مستبعده تماما من البرنامج. تشربوا نسكافيه. المنظر ده اللي انت شايفه من ال 171 طلع عمل كام؟ عمل 9 جنيه تقريبا، وبعدين راح نازل
عند 4 جنيه اللي هو حاليا واقف عندها، حاليا اللي هو واقف عندها. لو فتحت انت، طبعا انا مش هنزل لكم الفيديو على طول على ما يترفع ويعمل، هو حاليا كده شغال 4 جنيه وكسر تقريبا يعني. وبعدين عرض في المنطقة دي زي ما انت شايف، ادي شهر 2 3 4 5 بيحاول، والستة ابتدى يقول انا هخترق، انا ايه، انا هخترق وهطلع ايه، طلوع صاروخي. طلوع ايه يا عم النجاتي؟ طلوع صاروخي، صاروخ النجاتية. فاكرينه البرنامج بتاع زمان بتاع صاروخ النجاتية؟ طلع الراجل عمل 21 جنيه ما شاء الله في قد ايه؟ شهر 2 3 والرابع قفل. طب جميل قوي. تعالى كده ناخد بقى القمة الرئيسية اللي عملها 21 جنيه في 2008. معلش اسمحوا لي هطول لكم في الفيديو ده، لان انا قعدت هعمل مصري الاسكان وهشرح فيه باستفاضة، فعايزكم بالراحة كده. وبتمنى من الله العلي القدير ان كل واحد يمسك ورقه وقلم، لان انت مش هتحفظ الفيديو كله، مش فيلم هو سينما ولا فيلم روائي ولا الكلام ده. امسك ورقه وقلم وحط كده النقط وارسم شكل البرنامج، يمين هنا قيعان، شمال هنا ايه، طب دي القمه ايه، طب القاع ايه، طب التريد الاول ايه، التاني ايه، طب خدناه من القمه والقاع، طب المضاربي ايه، طب الاهداف الرئيسيه ايه. يا ريت تكتب كل ده على ورقه وتشتغل. انما تتفرج على الفيديو وتقول لي متشكرين يا عم نجاتي، وتقول لي عبقري يا نجاتي يا فرحتي. انا مش عايزك يا سيدي تقول لي عبقري، انا عايزك تقول لي جزاك الله كل خير، انا بفضل الله ربحت. تقول كده انا بفضل الله ربحت. انما عبقري والكلام ده الكلام ده معلش اسمحوا لي يعني انا بزعل منه، لانه في ناس كتير في السوق ما شاء الله عليهم اكتر من نجاتي بكتير وفتحله، وانا معترف بذلك وبقول انا اقل واحد في الناس دي. عملت رؤية بشتغل بيها وعملت برنامج بشتغل بيه بعد طحن سنين. المهم ناخد بقى ال21 جنيه ديت عشان نفهم بقى ازاي نجاتي تاني بيشتغل، وهعتبره برضه فيديو تدريبي وهو في نفس الوقت فيديو واقعي للي بيحصل. لما اخد قمة زي كده اللي هي قمة 21 بعد هذا الصعود، ايه اللي هينتج هنا بعد ما اقول له هات يا عم النجاتية؟ عندي خانة التريدات دي، تريد تاني وتريد تالت. التريد التالت كسره تخفيف، التريد التاني كسره برضه تخفيف. الامل في التريد الاولاني كسر خروج من الورقه وانتظار للقاعان المؤكده او خانه اللي هي الدخول الامن ان شاء الله. انا عارف ان واحد هيعلق يقول لي دي غلط، انا عارف، سامحونا فيها يعني. ابني بقى كان عيل صغير وبيبرمج البرنامج نسي المهم تعال نشوف كده. ادي 21 جنيه، اول ما يوصل لي 18 ويكسر اخفف، 15 75 16 اخفف، لو انا معايا كميات يعني 12 13 ها كسر ارمي بقى، ارمي وانتظر القاعان المؤكد. طب هو الراجل ده مع اول طلع لل 21 ده على المنصلي هنا نزل عمل فتح 16 زي ما انت شايف، لان هو كان اغلق كام؟ اغلق هنا 16 وبعد ال 21 اللي هو منطقة ايه؟ منطقة التريد التاني زي ما قلنا. طبعا ده على المنصلي يعني لما نيجي نبص هنا ده فتح 13 طلع 21 جاب 12 له بعدين قفل 16 ونص، يعني محافظ لي على التريد التاني. طب هنا بقى فتح منين؟ هيفتح من 16 طلع لل 21 تاني، جرب ده خلال الشهر، خلاص بقى بيكسر اهو، خلاص ايه بيكسر اهو، وبيكسر كمان معاه التريد الاولاني اللي احنا قلنا عليه خروج. يبقى خروج ايه بقى بلا وجع دماغ واقعد بقى زعلان قوي وصعبانه عليا الورقه سيبها، هتخسر خليها تصعب عليك يا اخوي ولا يا اختي. المهم بعديها اتضرب ضربة قاسية جدا زي ما انت شايف اللي هي بتاعت ضربة 2008. ركز هنا اللو كام؟ 2 21 وقفل 3 جنيه. يعني راح فين الراجل ده؟ راح للقاع المؤكد. راح ايه؟ للقاع المؤكد اللي هو 2 33 وقفل فوقيها. تمام كده خي. بعد ما قفل فوقيها عمل له ورقة تانية 5 24 ومحافظ لنا على اللو 3 ويعني محافظ على القاع اللي هو ايه اللي نزل منه، وطلع عند ال5 اهو زي ما انت شايف. يعني طلع تاني وزي ما قلنا سكة الفيران يا جدعان 5 24 وطلع الراجل عمل لنا 5 25. حد فاهم حاجة؟ اتمنى من الله العلي القدير الناس تفهم الطريقة، طريقة بسيطة جدا مش معقدة ولا حاجة.
انا كل ده من قمه واخدها عشان كل واحد يجي يقول لي عايزين تحديث، عايزين الجزء الثالث للفيديو، عايزين الجزء الرابع للفيديو. يا جدعان مش بكتر الفيديوهات، والله ما بكتروا. الفيديو بيبقى فيه كل شيء بس انت مش واخد بالك خالص ومش شايف، عشان انت بتتفرج على فيلم هندي او فيلم بتاع اميتاب باتشان او ما اعرفش الواد الطويل ده اسمه ايه، الجماعه اللي قاعدين يتفرجوا على الفيديوهات. ودلوقتي في واحد اسمه خروشان ده ولا ما اعرفش اسمه ايه ده، ولا خروفان ده، ولا الهند ده اللي الناس ماسكه فيه ده. المهم شاروخان، شاروخان، ما اعرفش والله، العيال هنا واجعين دماغي بيه. المهم، وبعديها تخيل بص نزل تاني، نزل لفين؟ ل 22 برضه، وقفل 262. الله، هو في ايه بقى هنا بقى شغل؟ ده احلى مكاسب بتتعمل بعد السهم ما بيقع من قمه ومحدش واخد باله. والله مكاسب بالهبل لما السهم يقع من القمه. نزل تاني هو على نفس القاع، طب راح فين تاني؟ الله، اول شمعه 388 هاي، تاني شمعة اللي هي على المنصة، اللي انا بتكلم على المنصة 10 جنيه من له 3.5. ايه ال 10 جنيه دي فين؟ بص كده راح ده، يعني 10 جنيه وكام بالظبط؟ عشان عم نجاتي ده هيوجع دماغ. 10 3، واللي بعديها بص عمل كام؟ 10 80. يعني راح لده، يعني اخترق ده مرة واحدة ممكن، بس ده عشان المنصة اللي مش باين، يعني اكيد في حركة حصلت. انا بشرح لكم بالراحه عشان تفهم. كل ده من قمه 21 في 2008 وانا قاعد اقول السهم هيرد وبكره ينزل السهم، وبكره اجي بكره اقول ايه ان شاء الله هيرد. يا اخوانا ده الدعم ده ما يكسروش وبعدين يكسروا، لا لا خلاص، ده الدعم التاني الاحتياطي ده الدعم التالت شغل التكنيكال. معلش انا مش بتكلم على حاجه، بس انا بقول هو ده اللي بيحصل. ونفضل بقى ايه، اصله هيرد اصله هيرد، والنفسيه تقول اصله هيرد، لحد ما ايه، ما الاقيني خسران 3 4 جنيه في الورقه، ويصعب عليا بقى خساره 3 4 جنيه ومعايا 1000 سهم على قد يا عم. يبقى انا كده خسران 5000 جنيه، لا صعبان عليا الفلوس دي بتاعت العيال، لا مش هبيع، هيرد بقى سيبه بقى، انا كده بقيت مستثمر. يلا، كل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده من قمه انا بس حطيتها على البرنامج وشرحت لي، بتقول لي ايه اللي بيحصل. ده انا لو فتحت ده على الديلي هتشوف العجب في المضاربات على نفس الارقام والمحطات الرئيسيه دي. بعد ما عمل العشرة في 2009 بقى، فضل ينزل 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 لما عملنا له 6، وبعدين طلع هنا عمل لنا 9 وشويه. المهم فضل بقى يجيب داون ويجيب جاز، واخد بالك؟ مش هنتكلم. ولاحظ هنا كده 3 جنيه، وبعدين طلع عمل لنا 5.53 وقفل معرفش كام، وهكذا وهكذا وهكذا. خلاص الراجل داخل على القاع المؤكد اللي احنا ما زلنا فيه، هوب كسر. اعمل انا ايه بقى؟ هو انا هنا بقى مش هخرج بقى، لا ده انا هدخل. ده انا ايه؟ ده انا هدخل. اللي كان الخروج فين؟ اول ارتدادة ليه 10.80 وهو جاي من القاع ده، من القمة ال21. يعني حتى ما راحش للتريد الاولاني اللي هو زي ما قلنا نادرا ما يطلع ليه وياخد لسعة وينزل. طب لما ينزل بقى كده، اول ما يروح لل10 جنيه هولد، ماشي يا عم هولد، ماشي يا عم هولد. هو عمل كام؟ طب بالمرة كده وانت معايا ركز، دي قمة اهي زرقاء، كانت الخروج كان هنا على الحمرة دي. خلاص انتهى، كسر تاني ال10 جنيه، مش هيطلع لها تاني. طب كانت كام دي؟ 10 جنيه 80. طب بص كده معايا، هغير دي بقى واخليها 10 جنيه 80. انا بتكلم على وقتها، ده بقى الشغل بسيط. خلاص كده شغل ايه؟ بسيط. دي 10 جنيه 80، ما هي دي قمة اللي بعد دي، وعندي قمة تانية هنا اللي هي 65. انا مش هفضل اشتغل قمة، ولكن الورقة خلاص من ال21 لم يأتي بعدها شيء. بيقول لي ايه بقى؟ من ال10 80 دي ما ينفعش يكسر لي ال8 جنيه. نفس المبدأ ونفس القاعدة، ركزوا معايا والله، محتاجة ورقة وقلم وتحفظوا القاعدة. يبقى انا بخفف هنا وبخفف هنا وبقول خروج نهائي هنا بقى، وهولد بقى خالص لما الورقه مش او بقى ما تنزل اروح اخدها، لا تنزل وتبتدي تعرض وتجمع في عمليه زجزاج بسيطه او عرضيه صعودا وهبيطا. خلاص بني عليها التجميع، خلاص دخلت في القاعده. هتروح فين تاني يعني؟ هتروح عمل 170 بعد كده، يعني نزل تحت القاع المؤكد دوت التاني، وفوق ما بين دول، ما بين الاتنين دول اللي هم المؤكدين. لما اجي ابص بقى هنا على القاع المؤكد، هنا لاحظ اللي هو جايب زي ما انت شايف 170 له وقافل 195 وكان فاتح 275. التانية 192 وقفل لنا على التلاتة.
يعني دخل لنا على المحتمل اهو. تعالى بقى نلغي بقى القاع دوت، القمة دي قصدي الصغيرة، ونرجع تاني لل21 الرئيسية عشان تذكرة بسيطة. عندك الفيديو، ارجع شوف انا قلت ايه، انا مش هقول تاني بس ارجع تاني شوف انا قلت ايه. جميل كده. طيب خلاص بقى، هنا عمل لنا قاع 170. طب ما تيجي كده اول ما يعمل لي قاع 170 او ما قايل له ايه، زي ما عملت في القمة هعمل في القاع. ادي الجنيه و70 قرش. اوتوماتيك بقى هنا العكس، احنا لما كنا بنحط القمة كنا بنقول ما يكسرليش التريد ده ولا التريد ده، وتخفيف وتخفيف، وهنا لو كسروا بخرج. هنا بقى العكس، هنا بربط ما بين الهدف التريد الرابع والهدف الاولاني. في حالة كسر القمة السابقة تستخدم الاهداف التالية على التوالي. البيع في حالة كسر طبعا برضو لا، ده مسميات هنا. ده امتى؟ لما اعمل انا قاع وقمة بالطريقة العدلة ناحية اليمين زي ما انتوا فهمتوا، واخد بالك؟ يعني السهم يكون مثلا عامل 170 وطلع عمل مثلا 7 8 جنيه يبقى ونزل منها، بتبقى دي قاع وقمه. لما بيجي ينزل ويطلع يعمل تاني ارتداد لفوق، ببيع بقى هنا في المناطق دي. لو عايز ابيع وضارب وهو الحمد لله على قد كده. لكن في ناس بتستنى التارجتات، ما فيش مشكله. نقول له هات النجاتيه. قال لي ما ينفعش بقى ينزل 163. ليه؟ لانه نزل 163 ونفذ عليها يكسر، يروح لنا بقى عش الضبابير وينام جوه، واحتمال كبير ينزل لي القعام بقى والميكر يقرفني ويقعد بقى يعرض لي عشان بيجمع، عشان مش عارف يعمل ايه، اصل الشركه قالت له عندنا اخبار، اصل في حدوته، وبعدين نبتدي بقى نطلع. انا يا عم مش هستنى ده كله، واربطه بالهدف الاولاني 227. هدف رئيسي عندي 43. يحافظ لي على ال 43 دي، يبقى مستهدف لنا اول 3 اهداف مبدئيا، هدف من الاهداف ال3 دول. طب يا سهم النهارده محافظ لي على ال 43 ولا مش محافظ؟ تعال نشوف كده. خلينا نتكلم، ده اخر داتا عندي، مش عارف هي بتاريخ كام، بتاريخ امبارح. بص كده، الهاي 4.9 واللو 3.56. خلينا نتكلم من هنا 170 3 وعامل لي 192 3 وكسر، او محافظ لي على ايه؟ على القاع بتاعنا. وعندي هنا اللو بتاعنا 2.72، يعني محافظ لي على ايه؟ ركز كده، محافظ لي على الهدف الاولاني اللي هو يعتبر اخترقه عشان يبتدي يكمل 3.53 مش عارف الى اخره، الى ان وصل لل4.9 وبقى قاعه 3.56. بالمنظر ده اللي انا بقول عليه، يبقى هو طلع اخترق للهدف الرئيسي 43 وثابت فيه، بيلعب بقى ما بين ال 43 و4 وربع. بالذمه دي مش منطقه اعمل فيها تريد واشتغل عليها وانا مش خايف، ما ده هدف رئيسي ثبات عليه، محطه رئيسيه. يعني لما اجي ابص كده وصل لها امتى؟ افتح تشارت على الويكلي شويه اهو، لما جينا هنا وعمل 3.33 هاي، يعني ايه؟ يعني اخترق دي واخترق دي ووصل لدي. ركز كده، وصل لل 43 اهو، عامل 3، الهاي بتاعنا 3.33 اهو على الويكلي. خلاص. طب وهستنى بقى انا الليله دي كده 2.67، يعني الراجل نزل منها راح فين؟ ما هو اوتوماتيك هينزل لي للهدف اللي تحت منه، يعني ما هو محافظ له على الهدف ده. احنا قلنا مش لازم هشتري 2.55 بالظبط، يعني ممكن اشتري 70 80، انت مش هتاخد بالملي، يعني انت بقى لو يعني حظك رائع تاخدها بالملي. اذا الراجل اشتغل في المنطقة دي فترة وعمل تريدات وبعدين اخترق المنطقة دي، يبقى اللي عمله هنا هيعمله هنا، واللي عمله هنا هيعمله هنا، الى ان يجي له بقى حاجة كده تحرك امه لفوق شوية. 3.53. ركز كده، 3 ايه؟ 53. طلع تاني فوق ايه؟ فوق ديت بحاجة بسيطة. طب ايه اللي جرى بعدها؟ الراجل نزل تاني، نزل راح فين؟ بص كده 3 فلات، يعني بيبعد خطوة بخطوة. انا شغال ويكلي، انا بشرح لك بطريقة كده مملة شوية. وبعدين بعد ال3.9 راح جاري وقف هنا في الاسبوع ده 3.74 اهو، واللو 3.36 وقفل 3.37. ايه اللي بيجرى يا عم نجاتي؟ هل محافظ على ايه؟ محافظ على ايه؟ محافظ على اللي هو الهدف الرئيسي اللي هو 43. خلاص كده. طب جميل، طلع منها بعد كده عمل لنا 4.9.
وله 83 وكلوز 384. يعني متجه لفين؟ للهدف اللي فوق منه يا اخوان، واشتغل في المنطقة دي كتير قوي 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 قوي. طيب تعالى بقى نقول الاهداف الرئيسية بقى بتاعتنا، عشان نعرف نقول انا قبل ما اشتغل مضاربة ازاي. هو المفروض كنت انا اشتغلت قاع وقمة تاريخية الاول عشان تعرفوا، بعد كده ناخد اهداف المضاربة. اعتبروا اللي انا هقوله دلوقتي النقطة السابقة على اللي لسه خلصان في الكلام دلوقتي. يعني 21 جنيه، واقول له الاهداف الرئيسية بتاعتي ايه. بص كده، من 170 بيقول لي اول هدف رئيسي عندك 384، اللي هي من ال 40 لل 84 عندنا ظاهرة ال 43، وادي 384. يطلع يخترق الهدف ده ويثبت فوقه. طب لو ثبت فوقه يا عم نجاتي، لو ثبت فوقه يا عم نجاتي، انا كاني ماسك معلقة وقطرة وبعرفكم الموضوع نمشي بيه ازاي. نطلع مستهدفين الستة 52. طب لما يستهدف 6 52 كده مرة واحدة، ما احنا شرحناها وقلنا ايه، جبنا القاع لوحدي واشتغلنا، قلنا الاهداف المتقطعة اللي هي ما بين 83 وبين الستة موجودة، اللي هي انهي تاني كده، نركز كده تاني اهي، اللي هي دي اهي، عشان نروح لايه، لحاجة من التلاتة دول. واصلة كده؟ ادي الاهداف المتقطعة اللي هي ما بين التلاتة 84 وما بين الستة جنيه تقريبا ونص، اللي هي يعني اقصد محطتين رأس اللي بين المحطة دي والمحطة دي. ما تشتغل بقى يا عم، ما تعمل لك كل يوم يا عم على قدك 200 جنيه يا عم ولا حاجة كده، وهات بيهم بنزين عربية ولا فاتورة تليفون. نقول له النجاتية اهي، يبقى قال لي في محطتين اهي، خلصنا من دي يا عم وخلصنا، وبعدين دي. لكن هي الفكرة كلها فين؟ الاهداف قلنا منها لازم بفضل الله تعالى نطلع نعمل المحتمل الاولاني ونلسع في الاولاني ده اللي هو في خانة عش الضبابير، وبعد خانة عش الضبابير ده اول واحدة ننزل زي ما سوهاج عمل وغيره عمل. النهاردة في اسهم وصلت للمحتمل ده وفي طريقها للمحتمل ده، وفي اسهم لسه واقفة فوق ده، وفي اسهم لسه ما وصلتش لده زي المصريين للاسكان. خلاص كده يا عم نجاتي، عرفنا المحطات المعاكسة ايه، عرفنا الكلام ده، وقلنا خلاص بقى يعني مش محتاج اقول لكم الورقة ممكن تروح فين، مش هحتاج اقول هتروح تاني تجرب على ال 18 على ال 16 على هتجرب باذن الله، هتجرب باذن الله ايا كان في تصحيح في جني ارباح. الورقة دي بعون الله لازم هتخش عش الضبابير بفضل الله تعالى، والله اعلم، ولكن انا شايفها كده انها هتخش عش الضبابير ايا كانت. طب يعني استنى بقى ويطلع واحد بقى يستنى ويعلق نفسه؟ لا، مش عايزين تعليق يا عم ولا تستنى، اشتغل مع الورقة واتحرك مع الورقة، او اتحركي يا اختي مع الورقة، او يا مدام او يا برنسيسة او ايا كان، اتحركوا مع الورقة. معاك 5000 العب ب2000 وخلي 3، معاك 100000 العب يا عم ب50 وخلي 50، بدل ما انت قاعد تتفرج. تعالى نفتح الشرط على الديلي، ومش هنقول ايه اللي حصل، انت شايف اللي حصل اهو، انت شايف ايه اللي حصل اهو. انا عندي هنا دي كام، 356، ودي كام، 362. عايز اشتغل مضاربي، ما خلاص بقى يا عم الحاج اشتغل مضاربي، اطول الدنيا شوية. ادي عندي قمة تانية اهي 435، ودي كام، 435. ده عكسي بقى، عكسي على اعتبار ان انا بعد ما سقطت في المنطقة ديت من هنا اهو كده اهو، انا مانيش عارف المنطقة دي كده هروح فين. الراجل قاعد هنا عديلي بعد ما نزل راح واقف، طب يا ترى هطلع ولا هنزل؟ قلناها من شوية اللي هي ايه، قلنا هاخد ال170 عشان اعرف هو هيطلع ولا هنزل. يعني في الحالة دي انا اشتري، اشتري. طب وبعد ما اشتري بمجرد يعني انا اشتريت 175 مثلا، وبعد ما يكسر 100 هبيعه، ايه المشكله ان انا اخسر لي 10 قروش، 15 قرش، 20 قرش، لان انا عارف ان هينزل تحت هينام في عش الضبابير، وممكن جدا يخش لي القاعان المحتمل. يبقى انا انتظره فين بقى، انتظره عند التاني والاولاني. جه اهلا وسهلا. طب انا ما انا اشتريت، طب صعد، اعرف ازاي؟ ما احنا قلنا هيطلع لي هنا يثبت لي على ده، يبقى انا خلاص كده صح محتفظ، وهيبتدي ياخد سكته العدله. امين امين. طيب احنا قلنا عندنا 435 عشان أأكد لنفسي بعض الأهداف اللي هي
من القاع 170. خلاص انا عرفتك اهو، ركز كده وشوف الاهداف اللي هنا عامله ازاي. وهناخد 4.35 ان هي القمه العكسيه بقى، عشان اشوف همشي ازاي، لان انا مش عارف جنبي هيبقى ايه. يعني سيبك من الحدث اللي هو دلوقتي، احنا ساعتها بنتكلم ان انا ما كنتش عارف ايه اللي هيحصل. يلا يا عم، دي عكسية خلي بالك. قال لي خلي بالك بقى، عندنا 199، يعني أول هدف بالنسبة لي وصل أهو، اللي هو الأهداف المستخبية 199 من 170، يثبت فيها 236 اللي هي كانت هنا 227 على ما أفتكر يعني، لما حطينا القاع بس. ومنها 258 ومنها 3 ومش عارف ايه. طبعا كل انت ما بتضيق القمم العكسية مع القاع، بتقدر تخش عش التريدات بسهولة وتخترقها كمان. هو واقف النهاردة ما بين الاتنين دول، او ما بين التلاتة دول، من 73 لحد ال4 و24. ازاي؟ طيب ما هو قدامك اهو، ما هو قدامك اهو اهو. يعني انت اول حاجة هنا كانت كام؟ 3.33. يعني طلعنا على المحتمل الاولاني ودخل التريد. بص كده، دخل ايه؟ التريد ده احنا قلنا عليه ايه؟ عش الضبابير. عش الضبابير اللي بيخش عليه مجرد ما بيخترق ويخش للتريد الاولاني بيتلسع، بيروح نازل تاني. طب هو عمل كام يا عم؟ ما هو قدامك اهو، خد اللسعة من الدبور 3.33 وراح جاي نازل اهو، نزل 2 حاجة و70، وده حاول يخش التريد تاني، راح الدبور راح لزعه اللي هو التريد الاولاني وراح نازل، جاب اخره كام هنا؟ 2.67. الله، انت في ايه يا عم؟ ما خرج من هنا. دي القمم مع القاع الرئيسي، القمة العكسية القريبة بينزل لي قرب المؤكد الاولاني والمحتمل التاني، ويبتدي يعمل عمليه ارتداد. خلاص زار دي مره وزارها تاني ما قدرش، لسعوا الدبور زي ما قلنا، دي ملقبه ب20، ينزل تاني. طيب بعد ما نزل بقى خلاص، واخد بالك انت شايف؟ مصر، عمال الدبابير شغالين هنا مش عايزين يخلوه يخط التريد الاولاني، وهوب راح واكل التريد الاولاني وتوكل على الله. وصلنا لفين في النهاية؟ أنا عندي 3.98 اللي هي الأربعة، يعني لحد ال24. آخر حاجة عندي 4.9 وقفنا عليه، ومن ساعتها وإحنا واقفين. ينفع نعمل حاجة تاني في الورقة؟ ينفع أقول كلام تاني أكتر من كده؟ مش عارف. أقول غير حاجة واحدة بس، إيه هي؟ هاخد القمة، القاع الصغير ده مع القمة اللي هي دي. ده بقى برضو شغل مضارب. 3.33. حد بقى قاعد نايم وايه بيقول لها ايه؟ انا يا عم انا عايز اشتغل ب5% و2%. اهو اشتغل يا عم. هتشتغل ازاي؟ لما يعمل لي القمة دي اقول له خلي بالك، نفس القاعدة الرئيسية. انا خدت بقى ايه؟ خدت من قاع اهو، من قاع رئيسي لقمة بقى عدلة. دي اقرب قمة بالنسبة لي اللي هي ال2.33. بقول لي ما ينفعش ايه بقى؟ ما ينفعش يكسر لي ال3 او ال2.90 ولا ال3.10 ويفضل يشتغل في المنطقة دي ويطلع. الامل بتاعنا او الركيزة بتاعتنا التريد الاولاني اللي هي 2.69. زي ما كنا بنيجي من تحت التريد الاولاني ما بيرضاش يدخله جوه ويطرده عشان يرجع لورا تاني، زي ما بنيجي من فوق ونيجي ننزل كده، التريد الاولاني ما بيرضاش يخليه ايه؟ ها، العكس بقى، انه ينزل تحت منه ويطرده لفوق تاني. طب عمل كام هو بقى؟ ادي التلاتة وكسر، النهاية جاب لنا كام؟ 2.67. اللو بتاعنا وقفل 2.75 اهي. حد فاهم حاجة؟ حد فاهم حاجة؟ اللي مش فاهم حاجة والله يسألني. يا جماعة الخير، اشتغلوا وتحركوا في الورق وتوكلوا على الله وخلي قلبك جامد. وشوف التريد اهو اللي قلنا عليه عش الضبابير ده، زي ما يتلسع يروح منطره لفوق تاني، اهو نطره لفوق ومشيه. يا اخوانا، اتمنى من الله العلي القدير اي بني ادم فيكم يكسب من ورقة يقول لي انا جزاك الله خير، ان هو بفضل الله ربح، ويتبرع في اي مكان ان شاء الله بجنيه، في مستشفى، لطفل، لامرأة ارملة، لرجل مسن، لشاب صغير غير قادر على العمل. اي جهة، بلاش جهات تلفزيونية، اي جهة انت تثق فيها. مين منا ما فيش جنبه جار محتاج؟ مين منا ما فيش جنبه امرأة معيلة زوجها توفى او قتل او من منا ما يعرفش جاره اللي هو في اخر الشارع انه غير قادر على كسب العمل؟ كلنا نعرف. حط فلوسك ان شاء الله جنيه،
ان شاء الله 5 جنيه، ان شاء الله 10 جنيه، ربنا مش هيخسرك فيها، بالعكس هيكسبك اضعاف اضعافها. اتمنى الخير للجميع، واتمنى تكون الرؤية وضحت. سهم المصريين الاسكان فيها ناس ان شاء الله، باذن الله في شغل كويس ان شاء الله. المنظر بيقول اهو، انا عندي شغل كويس. والنجاتية برضو قالت الكلام ده، قالت ان هو عنده شغل كويس. يعني مش هزار. عندنا محطات معينة محافظين عليها، ربما أن يكون تقيل شوية، لكن بعد التقل والكلام ده ربنا يسهل، هنشوف حاجات كويسة بإذن الله. أتمنى لكم التوفيق. معلش طولت عليكم، بس عشان أوصل لكم المعلومة. أتمنى التوفيق لكم جميعا، رجال نساء شباب بنات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.